بصراحة. بونسوار. بشرفني وبيسعدني اني اكون عم شارك الليله لانعاش وزياده فرحه على قلبكم وقلب بيروت المجروح. وانا شخصيا ماني موافقه انه اوقف على البلكون ابدا. وانتم بتستاهلوا انه يكون حدكم وبيناتكم. رح انزل بس قبل ما انزل بعصب جاد شويري، ما عليه، بحبني كثير، بحبه كثير. بدي اتشكر كل شخص تعب على هيدا المهرجان. بدي اقول ثانك يو لخليل ولهلا. بدي اقول ثانك يو لوائل جابر اللي عملنا هال 3 دي مابينج اللي بياخذ العقل. بدي اقول ثانك يو لويتي كان جاد شويري، هيدا حبيب قلبي، تعب وله زمان عم يتعب لينجح هيدا المهرجان. بدي اقول ثانك يو لكل الناس اللي عارضه اليوم، بدي اقول لكم هاي، ولكل الناس اللي اجوا من كل لبنان لحتى يحضروني. اكبر ميرسي بدي اقولها لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود، لانه جهوده كانت كثير كبيره لانجاح هذا المهرجان. واهم ثانك يو رح يكون لبولا يعقوبيان اختي ولدفا اللي ما تركوا هيدا الشارع لحتى تقدروا تكونوا واقفين هالقد ومبسوطين. وانا نازله لعندكم رح نرقص سوا. بدي اقول ميرسي لكشاف بيروت. ميرسي كثير. يعني أنا بعتذر من كل الناس اللي كانوا عم يطلعوا لفوق. اليوم نحن برسالة محبة وفرح من لبنان لكل العالم. بدي اياكم تغنوا وترقصوا وتنبسطوا. يلا شادي. هوا هوا يا زمان بالغرام تلاقيك واني راسا لعناية يا مسخرني يا ليتوالي. هوا هوا يا زمان بالغرام تلاقيك واني راسا لعناية يا مسخرني يا ليتوالي. هالمهرجان بيهدف لإعادة بث الحياة بأوصال المدينة ودعم السكان والحرفيين على اعتبار المدينة عاصمة الفن. برأيك بيروت بعد عاصمة الفن ومقصد للفنانين؟ رح تضل بيروت عاصمة الفن. السبب الوحيد هو انه نحن الناس اللي فيها مبدعين، مش بس الفنانين، كل انسان فيها لبيروت وللبنان مبدع. من هيك نحن لما نسافر برات لبنان ننجح، نطور بلاد، لانه نحن جواتنا في حب للحياة، في انفتاح، في فكر مختلف، في ابداع مثل ما قلت لك، وفي عنا تالون، يعني مواهب مخبايه هي اللي بتعمل من بلدنا ومدينتنا عاصمه الابداع والفن وبلد الابداع والفن الى ابد الابدين. حبيت تشاركي جمهورك باختيار اغنيات هالحفل، كيف توصفي العلاقه مع جمهورك والتفاعل الحلو بيناتكم؟ يعني اليوم رح اعطيهم خيارات شو عبالهم ينقوا اغنيه لهن يختاروا،
عبالي انه افرحهم عن جد وافرح بيني وبينهم، ويمكن غير رايي عن البلكون مع انه هي اسمها بلكون على الماشي صح؟ يمكن انزل لعند الناس، رح انزل لتحت. بالساعات الماضية وقعت عقد إنتاج مع شركة وارنر ميوزك الشرق الأوسط لإنتاج ألبوم بعنوان ماي مايا. أول شي شو قالوا لك ليش اختاروا مايا من بين كل الفنانين؟ شو بتخبرينا عن هالتعاون وشو تفاصيله؟ هيدا ماي مايا 5. وليه اختاروني إلي؟ لأنه لازم يختاروني إلي. واللي عم بقدمه معهم كتير مختلف. بكرة في ألبوم بيصدر الصبح نهار الاثنين، فيه 5 أغاني، بس الألبوم فيه 7 أغاني. 5 رح يطلعوا بكرة، رح ينفتحوا بطريقة شوي متطورة مش كتير معودين عليها بالعالم العربي. وفي غنيتين مفاجآت جايين بعد وقت بينزادوا على الألبوم عم نشتغل عليهم، وبعدين بتعرفوا ليه تأخروا الغنيتين عن ال7 ليكونوا موجودين مع بعض. بالتوفيق. دايما بيقولوا انه مايا بيلبق لها تقدم عمل استعراضي على مسرح، هل هالشي ممكن يتحقق قريبا او الفكرة مش واردة؟ فكرة كتير واردة ورح تتحقق قريبا مش قريبا، عم بشتغل عليها بطريقة كتير بروفيشنال لأقدر وصل صورة أنا بعبر عنها، يعني بتعبر عني وعن حالي، فإن شاء الله. تابعنا تسليتك الضوء على موضوع مغتصب الطفل وطلبت بإنزال أشد العقوبات فيه وهي الإعدام، هل وصل صوتك مطرح ما أنت بدك؟ مش مهم بيوصل، هن بيقروا، كلهم بيقروا. في ناس، أنا دايما بقول حكم الإعدام لازم يكون موجود للناس القتلة اللي بيقتلوا والمغتصبين، هول أكيد لازم نعدمهم. المتحرشين بعتقد إنه سجن أبدي يتعاملوا معهم بطريقة معينة، بس إنه أنا بلاقي لو نحن مشي هيدا الحكم والقانون ببلدنا كنا بألف خير أكتر من هلا. عملنا استفتاء على موقع بصراحة إذا الناس بيعتبروا إنه النجمات عم بيبالغوا بعمليات التجميل، لو مايا مش نجمة شو كانت جاوبت على هيدا السؤال؟ ما خصكن أنا ونجمة وأنا مش نجمة. صلحتي مع زياد برجع على الهوا، رجعتوا التقيتوا أو حكيتوا ممكن يرجع يجمعكم عمل سوا؟ أكيد رح يجمعنا أعمال كتيرة أنا وزياد. بهالسياق لو كنت محل إليسا وغنى لك زياد أغنيتك لأنك ما التزمتي بالشروط المعنوية للاتفاق كنت رفعتي عليه دعوة؟ ما رح جاوب.